اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست يعني ايه لازم. وعشان احنا في الصيف وعشان انا كنت وعدتكم من حلقتين 3 قبل كده ان انا في الصيف لازم اعمل حلقه مخصوصه عن الساحل. فهي وجبت بقى لان خاصه ان انا لسه جايه من الساحل. انا في مصر ولسه جايه من الساحل وانا حاسه سترونجلي جدا ناحيه الموضوع ده، فوجبت ان انا اتكلم عليه باستفاضه. البلان في الاول كان ان انا كنت اعمل حلقتين، حلقه عن الساحل الشرير وحلقه عن الساحل الطيب، لكن بعد ما دخلت في الموضوع شويه هنتكلم عن الاتنين مع بعض. ولو حسيت يعني ده برضو مش وعد بحاجه، بعد ما اخلص الحلقه دي حسيت ان انا محتاجه اعمل حلقه تانية عن الساحل الطيب هعمل عادي جدا عادي جدا ولا يهمني، مش اي حاجه. فخلينا نبتدي ايه في الموضوع. في كذا ديسكليمر انا عايزه اقولهم قبل ما ابتدي اتكلم على الموضوع. هو الحلقه دي هتكلم فيها بشكل اكبر على الساحل الشرير، على الساحل اللي هو ايه التاني بتاع الاجانب ده. بس قبل ما اتكلم على الموضوع ده انا عايزه اديكوا كذا ديسكليمر في الاول. انا في البودكاست هنا مش بتكلم على يعني مش بمشي بصراحه بنظام انه حاجه مش بتتقال فانا ما بقولهاش، حاجه بتتقال فانا بقولها، بمشي مع الترند والكلام ده كله. انا بمشي حسب ما انا حاسه ان في حاجه معينه انا عايزه اعرف اللي حواليا فيها، انقل تجربتي فيها، او حتى لو ما بتتقالش، حتى لو مش الدارج، حتى لو ما اعرفش ايه، ما عنديش اي مشكله. وليه بقول كده؟ لان انا بلاحظ دايما ان اي حد بيقول اي كومنتس مش كويسه على الساحل الشرير بيتقال عليه ان هو محدث نعمه، اللي هو اصلا هو معهوش فلوس يروح يشوف الساحل الشرير، علشان كده هو بيطلع القطط الفطسانه فيهم. فالديسكليمر اللي انا عايزه اقوله هو ان انا مش يعني ما عنديش اي مشكله ان انا اتكلم في الموضوع ده، بس في هنا نقطه. انا مش حد عايش في مصر على طول، انا عايشه في الامارات. فلو انت بتسمعني او انت بتسمعيني وانتوا عشتوا في الامارات فتره طويله او عارفين العيشه في الخليج بشكل عام، فاحنا هناك انا عايشه هناك معظم عمري. يعني انا رحت هناك الامارات من وانا عندي 15 سنه، فانا بالنسبه لي انا يعني هي تعتبر بلدي الثانيه. يعني انا اعتبر ان مصر بلدي الاولانيه، فانا سبت مصر وعندي 15 سنه، وبعد كده دلوقتي عندي 35، فبتتكلم ضعف عمري، اكتر من ضعف عمري كمان انا قعدت هناك. فكره انك انت تاخد بريميوم سيرفيس ده العادي. يعني الطبيعي ان انت بتاخد بريميوم سيرفيس في اي مكان انت بتروح فيه. فانا جاي من مكان عندنا البريميوم سيرفيس شيء عادي، فانا مش بعتبر نفسي ان انا البريميوم سيرفيس اللي انا رايحه اخدها في الساحل التاني ده جديده عليا، لا هي حاجه انا متعوده عليها. فانا شايفه من وجهه نظري ان حد من بره الموضوع لما يخش يتكلم في الموضوع، اعتقد ان ده هيكسر شويه حده ان ده محدث نعمه وان ده معهوش فلوس يتكلم عشان كده بيتقنعر. لا، فهو ده بني ادم شاف ومتعود على البريميوم سيرفيس، فلما شاف البريميوم سيرفيس هنا بتتعمل بطريقه مش صح وفي روم كبيره جدا لحاجات تتعمل بشكل احسن وما بتتعملش، فلا هنا في فول ستوب لازم تتعمل. ليه ان انا ما ينفعش ادفع بريميوم فلوس بريميوم وما اخدش بريميوم سيرفيس. انا بديك فلوس بريميوم تديني بريميوم سيرفيس قدام. اوكي طيب، انا لما كنت صغيره كان بالنسبه لي المصيف بالنسبه لي هو عباره عن لما كنا عايشين في اسكندريه. انا من اسكندريه، واي حد اسكندراني عارف ان احنا اي حد في اسكندراني في الصيف مش بينزل بحر اسكندريه وبيروح الساحل. زمان كان الساحل ده مراقيه والحتت دي قبل حتى مارينا ما تتعمل. احنا عشان احنا انا عندي ناس من عيلتي من مرسى مطروح، فكنت بروح مرسى مطروح في الصيف. كنا نروح مرسى مطروح في الصيف، اقعد 3 شهور الصيف هناك. انا ليه بديكوا باك جراوند عن حياتي؟ ليه؟ علشان النقطه اللي انا عايزها دلوقتي حالا. انا اتعودت الطبيعي بتاعي في مرسى مطروح على البحر النظيف. لو انت رحت مرسى مطروح قبل كده او انت رحتي مرسى مطروح قبل كده، فانتوا هناك الطبيعي البحر بتاع الساحل الشرير ده اللي هو البحر الصافي، البحر النظيف، البحر المياه فيه كلير جدا، اللي هو البحر اللي هو ما بعد راس الحكمه بقى دلوقتي، اللي هو بحر مرسى مطروح اللي كل الناس عارفه قد ايه هو بحر جميل. بس الفرق ان في مرسى مطروح مفيش اي بقى خدمات، انت بتروح البحر. البحر التحفه، الاكسبيرينس نفسها بتاعه نزول البحر بتبقى حلوه جدا، لكن كل حاجه تانية مش حلوه in terms of السيرفيسز اللي انت بتاخدها، النوعيات الناس اللي بيكونوا موجودين، كل والمضايقات اللي ممكن تتعرض لها
بس البحر ذات نفسه كاكسبيرينس بحر لا تحفه توب نوتش. تمام. فانا عارفه يعني ايه بحر كويس، اللي هو البحر دلوقتي اللي احنا بنروح ندفع عليه فلوس كتير عشان نروح نشوفه في الساحل الشرير. اوكي تمام. طيب ليه حبيت انا كونسبت مراسي او كونسبت الساحل الشرير بشكل عام؟ لان هناك البحر اللي انا متعوده عليه، لان انا بالنسبه لي البحر ده البحر ده البحر اللي انا متعوده عليه. بلس ان انا عايزه اخد سيرفيس كويسه، عايزه اللي هو كل التجديد وكل كل الحاجات المختلفة اللي المفروض ان هي تكون في المكان ده. السيرفيس الادد سيرفيس اللي بيدوها لك، الامان، النظام، اللي هي بالنسبة لي ديفولت، اللي هو انا اصلا متعودة عليها، اللي هي بالنسبة لي بتضمن لي تجربة كاملة متكاملة ان انا اتبسط. اللي هو مكان فيه امان، مكان فيه نظام، مكان فيه بحر كويس، مكان فيه اكل نظيف، مكان فيه مش عارفة ايه. ونزود عليها حتة ان المكان انا مش بحس فيه ان انا غريبه. يعني انا بالنسبه لي حواليا ناس قريبين من المستوى الاجتماعي بتاع، ودي حاجه لا تعبني ولا تعب البني ادمين. يعني مش بتعرض لمضايقات من نوع معين. لا خلاص انا مش غريبه، انا ام فيتنج ان في المكان اللي انا فيه ومريحه دماغي. ده اكسبكتيشنز اللي هي بالنسبه لي برضو، وانا مش شخص يعني عندي حد في عيلتي من ساويرس، ولا انا حد مش متعود على السيرفيسز الكويسه. لا انا حد عادي عايز اكون اخد مستوى كويس في الاكسبيرينس اللي انا رايحه اعملها، بلس ان انا اخد معاها 360 اكسبيرينس ظريفه، من امان، من نظام، من طبقه اجتماعيه كويسه، من ان انا ما اتعرضش للمضايقات، من ولادي ما يتعرضوش للمضايقات، من تمام. وعشان كده بالنسبه لي الساحل الشرير ده، خلينا نسميها يعني مراسي ولا زيها، بالنسبه لي حاجه كويسه. طيب السعر اللي انا دفعته، انا دلوقتي النهارده رحت، ايه السعر اللي انا دفعته؟ انا خدت بيه ايه on the ground بقى في الحقيقه؟ انا خدت بيه ايه؟ مش الاكسبكتيشنز بتاعتي. انا رحت خدت بيه ايه؟ رحت خدت فيه بحر نظيف، رحت خدت فيه مكان نظيف قعدت فيه، سيرفيسز كويسه، المكان اللي قاعد فيه اللي انا قاعده فيه نظيف، لا محترم، في امان، في نظام. يعني انا اذكر السنه دي بابايا نسى محفظته في الشاليه اللي احنا كنا قاعدين فيه، في خلال ساعتين كانت المحفظه لقيناها. حصل مغامرات علاء الدين طبعا، بس طبعا المحفظه اتسرق منها الفلوس وبعد كده اترمت فلقيناها. فلولا ان وجود ان في كاميرات وفي امن وفي الكلام ده كله، ما كناش لقينا المحفظه بالكروت. وبالنسبه لنا الكروت دي كانت مهمه جدا جدا، يعني كميه كروت بقى مرعبه وبطايق وحاجات زي كده. فاتليست لقينا الكروت، لان الموقف ده لو كان اتكرر في مكان تاني لا كنا لقينا المحفظه ولا كنا لقينا الفلوس. ففي امان، في نظام، في بحر كويس، اوكي، في سيرفيس كويسه. طيب انا بقى ما خدتش ايه بالفلوس؟ كان المفروض ان انا اخده بالتبعيه، كان المفروض ان انا اخده. وانا بتكلم من حد متعود على ان هو يدفع، عارف يعني ايه بريميوم سيرفيس، عارف يعني ايه بريميوم ماني ياخد قصادها بريميوم سيرفيس. كان المفروض ان انا اخد بريميوم سيرفيس. انا ما خدتش بريميوم سيرفيس، خدت سيرفيس عاديه واقل من عاديه. بحر زحمه موت 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 موت، بحر زحمه جدا 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 جدا، مفيش نظام في الدخول. أزمة الكيو آرز الغريبة. ليه أنا بخش البحر بكيو آر يا جماعة؟ ليه أنا أفضل قاعدة مستنية على الجيت مثلا؟ المفروض إن أنا في مكان كويس أفضل قاعدة مستنية ساعة ونص عشان كان في مشكلة في الكيو آر والماشين ما كانتش لاقطة الكيو آر، وعشان الكيو آرز بتوع التننس غير الكيو آرز بتوع الناس التانيين، ودول بيخشوا من جيت ودول بيخشوا من جيت تانية بعيدة عنها مسافة مثلا بالعربية 2-3. ليه انا مثلا كحد داخل المكان ده كمستأجر، مش كاونر، كمستأجر، ما باخدش اي حاجه في المكان ده كانكلودد في البريميوم برايس اللي انا بدفعه؟ خلينا اديكم مثل بسيط. في كونسبت اسمه الباندلينج في دبي مثلا. لو قعدنا في اوتيل من احسن وافخم الاوتيلات في دبي اسمه ذا اتلانتس، اللي هو اوتيل النخله، ده معروف جدا 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 في دبي. اوتيل النخله ده في البالم دي اللي هي الجزيره اللي على شكل نخله في دبي، ده من اشهر الاوتيلات وافخمها في دبي.
متوسط سعر الليله مثلا في ذا بالم اللي هي في الاتلانتس ذا بالم، متوسط سعر الليله ممكن يدخل في 1500 درهم. اوكي، اللي هو تقريبا نفس سعر الليله بس ازيد سنه في ذا ادرس مراسي. ذا ادرس مراسي خلينا نتكلم ايه كومباريزن ما بين ذا ادرس مراسي وما بين اتلانتس دبي، ونفرض ان الاثنين نفس القيمه، نفس الفاليو ونفس الاكسبيرينس ونفس الانبساط ونفس كل الكلام ده. بس الفرق بقى في ايه؟ ان اتلانتس دبي بيدوك جوه السعر ال 1500 درهم اللي انا بدفعهم دول، بيدولي مثلا فري اكسس لووتر بارك من اكبر الووتر باركس اللي موجوده في دبي، فري للعيله كلها. فبتخش الووتر بارك دي لحسب عدد الليالي اللي انت قاعدهم، علشان انت مش انت بس، انت ومراتك وولادك ببلاش. دخول الووتر بارك في الطبيعي ممكن يعدي ال 500 درهم للشخص. بس ده ادرس التاني اللي في مراسي انت بس بتيوز الفاسيلتيز بتاعت الاوتيل، انت مالكش اي حاجه. انت لو عايز تخش الووتر بارك اللي في مراسي بتدفع 2000 جنيه للشخص و1600 للطفل، وعايز تخش اي مكان في مراسي انت بتدفع. مالكش فكره انك انت موجود في المكان ده، مش بيديك اي افضليه ان انت تعمل اي حاجه تانية. ليه بقى؟ هل عشان هم ولاد 60 70؟ لا، عشان هو مفيش منافس. هو عارف، هو مونوبولي جوه المكان، هو عارف ان انت معتمد عليه، هو مفيش غيره، فطبيعي ومفيش اي موديل اقتصادي هيخليه يديلك اي حاجه تانية فور فري، فانت مجبر تدفع. عكس دبي عارفين ان في اوبشنز، تمام انا مش عاجبني، في غيرك ممكن يديني سيرفيس تانية عادي، فانا هروح لغيرك. فوجود المنافس هو ده اللي بيخلي الاوتيل او السيرفيس بروفايدر يحسن في، يفضل عنده موتيف، يفضل عنده يعني دافع ان هو يحسن في الكواليتي، وكمان يديك سعر كويس. على عكس السيتويشن في الساحل الشرير خالص، هو مونوبولي جوه المكان، هو اللي ماسك المكان كله ومفيش حد بينافسه. فهو عارف انت ما عندكش اوبشن تاني، هتطلع بره تاكل في عبد الوهاب، انت تقبل على نفسك انك تاكل في عبد الوهاب، تقبل على نفسك انك تاكل في واحد خطاب اللي قدام مراسي، ما تقبلهاش عليه عشان براند مراسي. احنا لازم ناكل في مراسي، يا اما الناس هيقولوا علينا جرابيع، فاحنا هناكل في مراسي. هو عارف انت ما عندكش اوبشن تاني، تمام. غير طبعا البراند، انا براند، انا اصلا دخولك عندي بيزود لك، انا اصلا ان احنا ما بيننا وبين بعض دي حاجه مهمه. فانا انا مش محتاج ان انا اقلل لك في السعر، انا عارف ان انت كده هتيجي. مش محتاج ان انا احسن لك في الكواليتي، لان انا عارف ان انت كده هتيجي. انا لو عذبتك جوه انت كده هتيجي. انت كل ما انت بتيجي عشان انت ما عندكش اوبشن غيري، انت بتعلي لي البراند، وانا مش مضطر ان انا اديك حاجه في المقابل. كفايه ان انت جاي عندي، كفايه اصلا ان يعني اصلا. طيب هل انا بقى مثلا لما دخلت انا بدور على ناس يكونوا شبهي، ناس ما احسش ان هم مختلفين عني، ناس ما تأذيش مثلا من وجودي وسطهم على البحر، ناس ما حدش يضايق ولادي. هل انا لقيت ده؟ انا كنت فاكره ان انا هلاقي ده، بس انا لقيت حاجه مختلفه جدا، هي مش موجوده بقى غير في مصر عندنا. لقيت ناس بتتقنعر على ناس بتحكم على ناس من مظهرها، ناس بيروحوا علشان خاطر يتنططوا على بعض. فلا، هو في نوع تاني من البني ادمين انا ما كنتش متخيله ان هم موجودين في الحياه، لا طلعوا موجودين. فانا بتضايق برضه، فاحنا بنتضايق، احنا مش بنتضايق من الناس بقى اللي بيضايقونا، احنا بنتضايق من الناس اللي بيضايقونا عشان شايفيننا اقل منهم. فلا، ما انا ما لقيتش الحته دي. انا كنت فاكره ان هي هتريحني، لا، في اماكن كتيره جدا جدا لا هي مش موجوده. بدخول الاماكن بيعتمد في جزء على شكلك، على لو ريسنتلي السنه دي مثلا في السوشيال ميديا لو هتلاقوا ناس بنات كتيره جدا بيشتكوا من موضوع ان في اماكن لو انت محجبه مش هيدخلوكي المكان ده عشان انت محجبه، اماكن ممنوع دخول فيها ناس معينين عشان شكل معين. فلا، لو ده كان الاتجاه فدلوقتي بقى لا. طيب لو انا يعني لو زي ما انا مثلا اديت لكم مثال على اللي بيحصل في دبي. في دبي في اوبشنز كتير، انت مش عاجبك الحاجه اللي سعرها كذا وهي براند عشان هي غاليه مثلا، فانت عندك اوبشنز.
بس في مصر انت ما عندكش اوبشن، الاوبشن الوحيد اللي عندك يا تروح الساحل الطيب يا تروح الساحل الشرير، مفيش في النص. يا تروح الساحل الطيب وتفهم ان انت قصاد الاستجمام والراحه والهدوء مش هتاخد بريميوم سيرفيس، انت مش هتاخد مش هتبقى قاعد في مكان السيرفيس فيه كويسه، الكواليتي فيه كويسه، البحر ممكن ما يبقاش احسن حاجه، ممكن تتعرض لمضايقات، بس قصاد الحاجات المهمه تانية المهمه بالنسبه لك. فده كوست، ده تنازل احنا هنعمله هنا. مش عاجبنا ده، مفيش غير الاوبشن التاني، فاحنا ما عندناش غير التو اوبشنز دول. طب احنا رايحين فين؟ الحل الوحيد ان ده يتحسن هو ان يظهر منافسين جداد، ان يظهر ناس جديده. طب هل يعقل ان يجي حد يقول لك النهارده انا هعمل هدي لك حاجه، هعمل لك حاجه تديك نفس السيرفيسز بتاعه الساحل الشرير في نفس الوقت بنفس المميزات بتاعه الساحل الطيب؟ طب انا هطلع فلوسي منين؟ ما ده مش منطقي، صح؟ ده شيء مش منطقي. بره بيعملوا ايه بقى؟ هنا طلع مثلا بره كونسبت في اوروبا، مثلا كونسبت البوتيك ريزورتس، اللي هي البوتيك كوستال ريزورتس. ايه فكره البوتيك كوستال ريزورتس؟ اللي هو مكان بيديك سيرفيسز كويسه، مش بريميوم، سيرفيسز كويسه، مكان نظيف، اكسبيرينس حلوه، امان، نظافه، بلا بلا بلا، كل الحاجات الحلوه اللي هي لا مش قليله ولا هي واو، من غير الكوست بتاع البراند اللي انت بتدفعه لمجرد انك رايح مكان فيه براند، ومن غير الانبندلنج المزعج بتاع ان انا هديك سيرفيس واحده بس وخليك تدفع على كل حاجه جوه. فهو بس خد من الكوست الكبير، خد منه البراند والفشخره. هو ده اللي بيحصل، خاصة لأن أصلا ابتدت الناس أصلا تتضايق دلوقتي من اللي بيحصل ده، وابتدوا الناس أصلا يتجهوا ناحية الاكسبيرينسز الحقيقية، زي مثلا الجلامبينج، الشاليهات الصغيره، الناس اللي بتحب البحر الاحمر لان هناك فعلا في نيتشر وفي مش عارفه ايه. ابتدى الموضوع فعلا يبقى مزعج، بس انا مش بحس ان في حد اساسا عنده الجرأه او عنده القدره انه يتكلم يقول يا جماعه اللي بيحصل ده هبل. ما انا دلوقتي ككاستمر كل ما اجي اتكلم على اللي بيحصل هنا يتقال عليا ان انا محدث نعمه، كل ما اجي اتكلم على اللي بيحصل هنا يقول لك اصل انت معكش فلوس تروح هناك، اصل انت معكش فلوس تروح هنا. يا جماعه فين الاوبشنز؟ هو مفيش اوبشنز. انا يا اما عايز بحر كويس فتعرض اللي انا بتعرض له ده وادفع فلوس كتيره وابيع كليتي حرفيا، وفي الاخر ما اخدش. طب ما انا ابيع كليتي اخد قصاد منها على كل الحاجات اللي انا عايزها. وعشان كده دلوقتي ابتدى يبقى في ناس تروح ترجع تاني للساحل الطيب، بس هم لازم يبقوا فاهمين ان ده له حاجه، يعني ده له برايس وده برضه له برايس. فهو السؤال هنا هل فعلا لو طلع دلوقتي حد قال لك انا هعمل فكره جديده ما اتعملتش قبل كده، لكن حضرتك هتتنازل عن الستيتس اللي بتيجي لحضرتك لما تروح المكان ده، وهتتنازل عن البراند اللي حضرتك بتبقى مبسوط وانت رايحه. مكان جديد جميل، سعر متوسط، لا هو يمين خالص ولا هو شمال خالص، سعر كويس، هديلك بيه اكسبيرينس كويسه. هل انت دلوقتي ككونسيومر مصري اصلا عندك الكونسبت ده، ولا احنا بالنسبه لنا الحاجه الرخيصه والحاجه الغاليه تمنها فيها ما عندناش الحته اللي في النص؟ فلو جه حد عملها هل هيلاقي لها زبون ولا مش هيلاقي لها زبون اصلا؟ وده بالنسبه لي بصراحه ده سؤال يعني لولبي عميق، ما انا مش هجاوبك عليه النهارده، بس يكفي ان نظره حد من بره، انا نظرتي للموضوع من بره، لا هو في اوبشنز تانية، وان انت ما ينفعش تحصرني في ادوار الشر. لا، هو انت لازم تديني اوبشنز ولازم تديني اختيارات. فاليمين والشمال ده لا مش صح. فبس خلينا نفكر في الموضوع، لان برضو التفكير بطريقه انه يا اما رخيص قوي وانا ما الحاجه الرخيصه قوي دي ممكن مستحيل تبقى كويسه، يا اما غالي 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 فخم عشان الغالي ثمنه فيه حتى لو طعمه يقرف. لا، ده برضو تفكير اكستريم جدا. لازم يبقى في حلول في الوسط، ولازم يبقى في اختيارات، لان الاختيارات دي بتريح الكونسيومر في اخر اليوم. وبس فكروا في الموضوع واشوفكم الحلقه الجايه.